صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلوم. سادتي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى سبطك الشهيد أبا عبد الله الحسين. سيدي يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا إلى خيم النساء فعل العويل، وصاحت زينب الكبرى بصوت ودمع من محاجرها يسيل لليلى أسرعي هذا علي شبيه المصطفى الهادي قتيل. فجاءت تمشي وتعثر وهي ثكلى، عراها من مصيبتها الذهول، وجاءت تسحب الأذيال حزنا وحول وحيدها خذت تجول، ووالده الحسين هوى عليه وقد أدمت محاسنه النصون، يولوم يناديه وليس به حراك. بني اليوم فارقنا الرسول على الدنيا العفايا نور عيني، وبعدك غير هذا لا أقول. تعنى له على بنية تحسار وصاحب صوت من الصخر ينطر على العفا
على الدنيا العفا بعدك يا الكباير، عقب عينك يا ريت الكون يعدم. يا ابويا من عدل راسك ورجليك، من غمض عيونك واسبل ايديك، يا نور العين العين العين، كل سيف الوصل ليك قطع كبدتي والحشاي سدر، يقطع مهجتي والحشاي يا سدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا علي الأكبر عليه السلام أنه قال: يا أبا لا أصابك الله مكروه، ألسنا على الحق؟ قال الحسين عليه السلام: بلى والذي مرجع العباد إليه. قال: إذا لا نبالي إن نموت محقين. للتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا بخفي ألطافه وعناياته وتوجهاته في هذا اليوم، وشفاء للمرضى وقضاء للحوائج، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. لم يصلنا الكثير من كلمات المولى علي الأكبر ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وسبب ذلك لفرط أدبه في محضر سيد الشهداء سلام الله عليه. كما في حال أن في زمان أمير المؤمنين لا نسمع الكلام الكثير عن الإمام الحسن عليه السلام، وكذلك في زمان الإمام الحسن لا نسمع الكلام الكثير عن الإمام الحسين عليه السلام، وذلك لأدبهم في محضر المعصوم. كذلك هو الحال في قضية مولانا علي الأكبر سلام الله عليه. لم تردنا الكلمات الكثيرة عن هذا الفرد، الشخصية العظيمة، ولكن هذا النزر القليل الذي وردنا ينبي وهو واضح وجلي على أن هذه الشخصية هي أشبه الناس بمنطق رسول الله صلى الله عليه وآله. وكلمته هذه تنقسم إلى قسمين. في بادئ الأمر الراوي ينقل يقول: لما ارتحلنا من مدينة قصر بني مقاتل، منطقة اسمها قصر بني مقاتل، وضعنا الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. الراوي يقول: لما ارتحلنا من قصر بني مقاتل سرنا ساعة مدة من الزمن، الحسين عليه السلام خفق خفقة ثم انتبه، يعني نام نومة سريعة ثم انتبه من نومه، وإذا به قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. وأعاد ذلك مرتين أو 3 مرات، طبعا التردد من قبل الراوي، يقول أعاد هذه القضية مرتين أو 3 مرات. فجاءه ولده علي الأكبر سلام الله عليه على فرس، قال: يا أبا جعلت فداك مما استرجعت وحمدت الله. شنو السبب؟ قال: يا بني خفقت برأسي خفقة فعن إلي فارس، وإذا به قال: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. شوف جواب المولى علي الأكبر: أبا يا حسين لا أصابك الله مكروه، ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي مرجع العباد إليه. قال: إذن لا نبالي إن نموت محقين.
فهذه الكلمات العظيمة نريد أن نقسمها إلى قسمين. أول قسم عندما قال أولسنا على الحق، أو في نقل ألسنا على الحق. في الحقيقة أن المولى علي الأكبر هنا تكلم بصيغة الجمع، ما تكلم عن نفسه وما تكلم عن لسان حاله ولسان حال أبيه الحسين عليه السلام. ما قال مثلا أنا وأنت يا أبا على الحق فإذا لا نبالي إن نموت محقين، لا، بل قالها بطريقة الجمع. يعني هذا الظعن كله اللي سائر، هاي المجموعة من الناس اللي ما عليهم على الأرض شبيه، ما لهم على الأرض شبيه، هذه كلها على الحق ولا يبالون أنهم شنو محقون. بل الأكثر من ذلك، أسس لنا قاعدة كلية وقاعدة كبرى مثل ما يعبرون المناطق، أن كل شخص إذا كان على حق لا بد له أن لا يبالي إذا تعرض للموت. لأن شنو يتعرض إلى الإنسان أكثر من الموت في حياته؟ يعني آخر شيء، آخر مرحلة هي الموت. فبتعبيرنا الموت يسوى إذا كان شنو؟ إذا كان على حق. وأخذ نموذج من هذه الشخصيات التي وقفت بموقف ثابت على الحق، الحر بن يزيد الرياحي. هذا الشخص لما كان في معسكر ابن سعد واقف خلف الحر بن يزيد الرياحي في المقاتل، شاف الحر يرتعد، وهذا الشخص عنده صورة في باله أن الحر أشجع من في الكوفة، والحر واقف أمام 100 نفر 70 نفر أو كم، خلينا نقول 300 نفر، ويرتعد. تعجب هذا الشخص، قال يا حر لو قيل من أشجع الناس في الكوفة لما عدوتك، أنت أشجع الناس بالكوفة، ما الذي أراه منك؟ قال ويحك أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ضرب الفرس، راح إلى الحسين عليه السلام تائب معتذر. حسين عليه السلام قال إن تبت تاب الله عليك. لكن هو يسولف للإمام، قال لما خرجت من بيتي سمعت مناديا ينادي يا حر أبشر بالجنة. يقول قلت في نفسي ويلك يا حر، تبشر بالجنة وأنت خارج لقتال ابن بنت رسول الله. فكأن هذا المنادي يعلم بأن الحر في موقف ما وفي وقت ما سيقف مع الحق، سيقف مع الحسين عليه السلام. فعودا على بدء، المولى علي الأكبر عليه السلام أسس لنا قاعدة في أن الإنسان إذا كان على حق لا يبالي ولا بد له أن لا يبالي بالموت. القسم الآخر لا نبالي، أو إذن لا نبالي إن نموت محقين. طبعا المشهور عندنا في أوساطنا أنه الكلمة المشهورة لعلي الأكبر شنو هي عليه السلام؟ لا نبالي إذا وقعنا على الموت أو وقع الموت شنو؟ علينا. لكن هذه الكلمة بهذا النص هي لأمير المؤمنين سلام الله عليه. متى قالها؟ في معركة الجمل. هاي الرواية راح تبين لك مدى شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي يقراها وهو محب لأمير المؤمنين عليه السلام ينتشي حبا وفرحا واعتزازا بأمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الجمل حملت الأعداء على الميمنة وعلى الميسرة حتى كشفوها. جاء لأمير المؤمنين بعض ولد عقيل ولد أخوه، قالوا له يا عم، وكان أمير المؤمنين، اسمع النص، كان في هذه حالة الحرب والآلاف والناس تتقاتل والميمنة والميسرة، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يخفق على قربوس سرجه، يعني كان يغفى ويصحو، يعني كأنه ما هامة الحرب، ما هامة الرجال، ما هامة السيوف. جاءه بعض ولد عقيل
أولاد أخ الإمام أمير المؤمنين قالوا له: يا عم، الميمنة والميسرة أخذت حيث ترى وأنت تخفق نعاسا على فرسك. قال: ويحك، إن لعمك يوم لا يعدوه. هنا الكلمة: وإن عمك لا يهاب إذا وقع الموت عليه أو وقع على الموت. فهذه هي مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي علي الأكبر عليه السلام ورث هذه الكلمات من هذه المدرسة، والهدف واحد والأساس واحد. لذلك أمير المؤمنين بينها في مواقف عدة. يقول: في يوم من الأيام كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض طرق المدينة، فمررنا بحديقة، قلت له: يا رسول الله، ما أجمل هذه الحديقة؟ التفت إلي قال: يا علي، لك في الجنة أحسن. يقول: مشينا، التفتت إلى حديقة جميلة، قلت: يا رسول الله، ما أجمل هذه الحديقة؟ التفت مرة أخرى قال: يا علي، لك في الجنة أحسن منها. يقول: حتى مررنا ب7 حدائق، أنا أقول ما أحسنها، والنبي يقول: لك في الجنة أحسن منها. يقول: لما خلى الطريق بالمارة، الطريق فرغ ما بي أحد، اعتنقني رسول الله صلى الله عليه وآله وأجهش بالبكاء. يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: ضغائن قوم لا يبدوها لك إلا من بعدي. شاهدنا وين؟ اسمع سؤال أمير المؤمنين عليه السلام. قال: يا رسول الله، أو في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. أمير المؤمنين سلام الله عليه ارتاح قلبه، لأن هو هذا الموقف، أنه الإنسان يكون على حق ويكون على سلامة من دينه. خلي الخلافة تغصب، خلي الناس تتقاسم المناصب فيما بينها، خلي الناس تأخذ الأموال، خلي الناس تسرق، خلي الناس تعمل، خلي الناس تبرز حقائقها وضغائنها وحقدها على أمير المؤمنين، ما يهمه. ليش؟ لأنه على حق، لأنه في سلامة من دينه. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله ينادي: يا علي، أبشر بالشهادة، فأنت بعدي مظلوم ومقتول. وكذلك سؤال أمير المؤمنين عليه السلام المعتاد: في سلامة من ديني؟ قال: نعم. فعودا على بدء، المؤدى واحد. إن كانت كلمة مولانا علي الأكبر، إذن لا نبالي أن نموت محقين، أو كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، لا أبالي إذا وقعت على الموت أم وقع الموت عليه. فهو من مدرسة واحدة، مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه ورث هذه المدرسة إلى علي الأكبر عليه السلام. ومن خلال هذه الشواهد وهذه الروايات يتبين لنا أمر في غاية الأهمية، حتى لا نطيل عليكم، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا لا يجعل مصيبته في دينه أبدا. تعال إلى قصة مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله. شنو تكملة الآية؟ فكفاه الله سيئات ما مكروا. هذا مؤمن آل فرعون أرادوا أن يقتلوه، بعد ذلك قال، ينقل عنه القرآن: أفوض أمري إلى الله. بعد ذلك شنو صار؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. القرآن يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. تعال إلى الرواية، الرواية تقول أنهم قتلوه. زين، شنو هذه المفارقة؟ في القرآن فوقاه الله، وفي الرواية قتلوه، أو في بعض الروايات قطعوه إربا إربا. تعال إلى تكملة الرواية في كلام الإمام الصادق عليه السلام. قال: أتدرون ما وقاه؟ وقاه من أن يفتتنوه في دينه.
يعني هذه السيئة التي وقاها الله سبحانه وتعالى وذكرها في القرآن هاي مو موته، الله تعالى وقاه أن يفتتنوه في دينه، وقاه أن لا يحرفوه عن دينه، ما قدروا يحرفون عن دينه إلى أن قتلوه. وذلك مثل ما قلنا سابقا أن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيء، ولو كانت تساوي شيء لما سقى منها الكافر شرب من الماء. فحتى لو الإنسان قتل قطع إربا إربا نشر بالمناشير، لكن شنو إذا كان على حق؟ وهذا هو الله سبحانه وتعالى ما يريد. شوف في علي الأكبر سلام الله عليه التسليم، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وكنا إذا أردنا أو إذا اشتقنا لرسول الله نظرنا إليه. هذا الذي كان على الحق ويقول ألسنا على الحق، هذا منطق رسول الله. كان من حب الإمام الحسين عليه السلام لعلي الأكبر وصل إلى مرحلة أن قال لما برز يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، اللهم اشهد إنه برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا. اللي كان من حبه ينقل المازندراني عن التستري قال إن للحسين ذبحة وموته، فأما ذبحته فهي معلومة، وأما موته فكادت روحه أن تخرج على علي الأكبر 3 مرات. مرة عندما ودعه وخرج إلى الميدان، مرة أخرى عندما رجع وهو يقول أبأ العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، والمرة الثالثة عندما هوى صريعا. اللي الشاعر يقول 3 مرات راد يموت الحسين على بنية وعزيزة وفتشة العين، لولا من طلع راكب عقابه مزر الدرع ومضيج نقابه، لجن عما تبعنانا ورجابه لزمن وبعلي حاطن الصوبه، بس ما قامني لطما على الروس دار العين لبنى بقلب مايوس، قال لهم علي بالعلي ممسوس، وهذا اليوم يوم يفرق البين، تعلقن به العلويات والنساء، يا علي لا تفجعنا بك. أخذه الحسين قال دعان إنه ممسوس في ذات الله، بني علي امضي في سبيل الله. الله أكبر. وليلى مولاتنا تراقب الموقف، لكن شلون تراقب الموقف؟ تراقبه من وجه الحسين، تعرف حب الحسين لعلي الأكبر، تعلم إذا صار مكروه على علي سيتغير وجه الحسين. أخذت تنظر إلى وجه الحسين وإذا بوجه الحسين تغير. أبا عبد الله هل حدث لولدي مكروه؟ قال لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف عليه من، ادخلي إلى الخيمة وادعي لولدك، فإني سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. دخلت إلى خيمتها، رفعت يدها إلى السماء، نادت إلهي بغربة
أبي عبد الله. إله شلون قسم عظيم على الله. إلهي بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب، يا راد موسى إلى أمه، اردد علي ولدي علي. ويا طبت الخيمة الغريبة وهي على بنيها بريبة، وتوسلت لله بحبيبة والحسين وش ما بي من مصيبة. قالت يا راد يوسف من مغيبة اليعقوب ومسك النحيبة، أنا أريدك علي سالم تجيبه. أجركم الله. جاء مولانا علي الأكبر مستبشرا وبيده رأس بكر بن غانم، وكأني بالحسين بني علي ادخل إلى خيمة أمك فإنها تنتظرك. قومي تلقي ابنك يلي يلا شدي عزامه وليلي، لامت حروب شايل ثجيله ومن العطش ذايب دليله. الله أكبر. دخل إلى خيمة أمه وضع رأسه على حجره، فكت عينها وشافت ولدها يبكي وينزل دمع على خده. أجركم الله. ودعها خرج إلى الميدان. أبا حسين صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. الملوك بطبة الغابات والبيد تقنص بالغزال التاه والصيد، وانا كان برزت صيد الصناديد، واريد الجايزة منك يا العميد. تراه من العطش والحر والحديد حقها تذوب روحي ومهجتي تبيد، وانا غير شربة ماي ما اريد. أبا العطش قد قتلني ثقل الحديد أجد بي. يا ابويا شربتي ماي الكبدي انتراوى واريد للميدان وعد. يا ابويا انفطر كبدي وحق جدي، قال له يا ابويا حط حلقي على حلقك، وذا تلقى نداوة ما يحقك. بني علي ضع لسانك على لساني، وإذا به وجد لسان الحسين كالخشب اليابسة من العطايش. هذا أحد العلماء ينقلون أنه رأى الحسين بالمنام، قال له يا أبا عبد الله رويني هذا المشهد لما ودعت علي الأكبر وكادت روحك أن تخرج من بدنك، أريد أشوف المشهد. قال روح إلى ابن نصار هو يصور المشهد بشعره. شلون صور المشهد ابن نصار؟ قال يا ويلي من تلاقى وحين لي وداع، مشابق طول لما الهوى ولا القى، الأبو لاعي على ابنه والابن لا
يا ويلي شلون هذا وداعي لك شار. أجركم الله خرج إلى الميدان وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. آجركم الله قاتل فيهم وقتل مقتلة عظيمة، أكثر من 100 فارس، غاص في الميمنة وكررها بالميسرة، إلى أن آجركم الله حتى مر من مرة بن منقذ العبد فطعنه بالرمح على خاصرته. أين المنادي وعلي؟ أين المنادي وسيدا؟ وآخر لعين ضربه بالسيف على رأسه. آجركم الله انحنى على فرسه، وإذا بالفرس حمله إلى معسكر الأعداء، قطعوه بالسيوف ربا ربا. وإذا بصوت من بعيد: أبا يا حسين عليك مني السلام. صاحب صوت بويا حسين دحضر شوف ابنك من حصانة قنطر. أجركم الله جاءه الحسين تنقل المقاتل أن الحسين ما نزل من على فرسه، بل ألقى بنفسه على ولده، تمدد بجانبه، أصبحوا كأنهم جسد واحد. أجركم الله يا شافة والنبل شابك علي راح، قعد عنده وصفق راحي، علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح يا اخويا ظلمت الدنيا علي، يا اخويا ظلمت الدنيا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، أندي ديونهم، شافي مرضاهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، موتى السامعين والحاضرين، موتى شيعة أمير المؤمنين، إلى روح علمائنا الأعلام السيد الإمام والسيد القائد. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.